بدنا نعمل حفلة ببغداد، هيك تكون حلوة. حبيبتي يا فرح يوبرني قلبك، أنا اشتقت لكم. لك أنا كثير اشتقت لكم. أحمد حلمي أحلى ممثل بالعالم، أحلى زلمة بالكون، أحلى زلمة بالمجرة، أكثر زلمة بحبه نورتني يا حبيبي. ليه ما عم تطلع على الحلاق حتى دقنك منكوشة؟ والله يا تقبرني برمضان. هيك بتصير طاقتك موجهة لغير محل. يعني ما بحس عبالي انزل عند الحلاق، عبالي طاقة عائلية، عبالي احضر مسلسل، عبالي حضر لغنية فيها طاقة حلوة هيك يعني بتكون الروح. حاسس حالي كثير اصلا. شكلك كثير متغير. ايه حاسس حالي متغير عن قبل، لانه عم نكبر، عم نكبر مع بعض. بلشنا صغار بلا دقن، كنتوا تتساءلوا علي لاني بلا دقن. هلا عم تطلع الدقن معكم وعم نكبر مع بعضنا ونتطور مع بعضنا. شنو فطرت؟ good question. فطرت كوسة محشي وفريكة، اللهم صل على النبي. شو كمان؟ وعاملة امي فتة مكدوس، هاي بس الشوام بيفهموا علي. فتة مكدوس وفريكة وكوسة محشي وعامل، بس بعتقد هذا اللي فطرناه. شامي بليز ردلي المتابعة الله يوفقك، مالي فاضي. أنا زي مالي فاضي رد متابعة لأحدا. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كل شي؟ شو عم تسمعوا هالأيام؟ شو عم تحضروا هالأيام؟ مسلسلات؟ لازم تجرب رمضان في مصر، والله يتشرف جرب رمضان في مصر. بيقولوا أجواء الرمضانية بمصر غير شي يعني، تجربة مختلفة وبتكون جميلة كتير. صاير حباب على الدقن الطويلة، أنا حباب بدقن وبلا دقن، بس انتو ما بتشوفوا. بس أنا مبسوط، علاقتنا بطلت توكسيك مثل قبل، روق. في تحضيرات للمستقبل. في تحضيرات للمستقبل. في الألبوم اللي عم يتحضر، وهلا يعني بنتناقش مع بعض، لأنه في كتير أفكار مشوشة براسي صراحة يعني. وأنا تعودت أكون حقيقي معكم ونتشارك الأفكار والآراء مثل دايما، وبتعطوني رأيكم هلا بشو عم فكر صراحة. ليه حليون؟ كبران مالي حليون. سلام. تقبريني انت مي. ايه زكاتك. اشتقنا لك بتونس. قرطاج هالسنة ان شاء الله اذا الله وفقنا. بنرجع بنعمل حفلة او عدة حفلات بتونس. وفي عنا اخبار كتير حلوة عن المغرب. شكله في حفلة هي السنة بالمغرب. وفي عنا ان شاء الله بالكويت طبعا. وعنا بالعراق ان شاء الله. عنا هيك شوية شغلات حلوة هي السنة بعد مرحلة الموسيقى يلي عم نحضرها. إذا بدنا نتشارك الآراء مثل اليوم اشتريت سيارة بلاها، لا مو هي الفكرة، لا مش فكرة نختار
الاغاني اللي بدنا ننزلهم. نحن ممكن نتشارك بالفكر والهوية، لانه صراحة مع الاستمرارية، ومع لما عم نقدم فن مرة عن مرة، عم بيصير في وجهة نظر مختلفة براسي عن الفن والموسيقى، وعن الطرح، يعني كيف الواحد يطرح ذاته بالموسيقى. وما عم يعني ما عم بعرف اخذ القرار 100% صح، يلي هو شو اذا بدك الصحي بهالمرحلة. لانه انا بآمن بانه كل مرحلة من مراحل الانسان، يعني اللي الانسان بيقدمه بمرحلة من مراحل حياته لا يتناسب 100% ومطلقا مع كل مراحل حياته، خصوصا اذا كان عم يكتب ويلحن. تشيل وليلى كان في طاقة معينة وشعور معين وظرف اجتماعي معين أنا كان لازم أطرحه بأغانيه، فطرحته بما في ينتمي للويل، وطرحته بسميتك سما، وطرحته إلى آخره بعدة طرق. لما جيت على لبنان كان في عندي وجهة نظر بالموسيقى عاطفية، طرحتها بيليلو يا العين وصبران وين ودوالي ودكتور وإلى آخره، وملكة جمال الكون. ف بس الاخطر شيء اذا بدكم عم بيصير بهي المرحله من الموسيقى، هو تبع لما عم بيصير المشروع الفني عموما، عم بحكي هلا بحاله عامه صوره عامه، لما بيتحول المشروع الفني من مرآة يعني من مشاعري، خليني بفسرها اكثر وبسطها اكثر، اكون عم بحكي مشاعري، لا تتحول لحالة تتوافق فقط مع الترند. لأنه أنا لما بدي غني يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا، يعني طبيعي جدا إني ألمس 100 مليون شخص إذا كانت الغنية حلوة، قصدي لأنه الموضوع هو أي شخص ممكن يكون عايشه. بس لما أنا فنان اجتماعي، أنا فنان بتناول قضايا اجتماعية، أنا ما بس بحكي عن الأمور العاطفية. فهذا الشيء شوي بيتحول لخطر فيما بعد، انه انا هل بامكاني او انا هل مسموح لي غني سميتك سما هلا مثلا، ولا لا لازم ضل عم اقدم الغنية الترند بس لانه انا مطلوب مني اجيب ال 100 مليون 200 مليون ده. فهمت شو قصدي؟ لانه دائما الضغط الاجتماعي عفوا الضغط المسؤولية الفنية بتتحول رقم مع الوقت، وعلما انه انت مش هذا سبب تواجدك، انت سبب تواجدك لانك بتحكي عن قضايا اجتماعية، وعن فن وعن الحب، بس بوجهة نظر مختلفة. يعني في اللي بيقول لك اشتقت لك واشتقت لي، او يا حبيبي، وفي اللي بيقول يا اعظم انتصاراتي. فهي الفن وجهات نظر بكيف بتطرح الرؤية او بتطرح الجملة. هاي القرارات اللي هلا الانسان اذا بدك لازم يكون عم ياخدها، انه انا بدي اقدم سميتك سما، طيب بدي اقول مطر علينا بريح يوسف يا الله، لاني بكرب يعقوب وحقي اللي راح. بدي اكون عم اعبر عن نفسي بهي الطريقة. ما بدي غني بس وين بعتي قلبي ولين نسيتي كل شي، يا ما قالوا ضاع. حلوين هول، بيعطوا امل وطاقة وحلوة هيك وفرفح على الناس وبس. بس في قضايا لازم نحكي عنهم، في اشياء لازم تتغنى. هل انا مسمح لي غنيها بهالمرحلة، ولا لا انا لازم بس اقدم الترند والفقشة اللي بتمشي على تيك توك؟ اللي بيتابعوا عبود بيعرفوا كتير منيح انه هو ما فينه يكون هذا الحدا. لانه انا مالي فنان بنزل بعمل بنزل بتسوق اغاني، يعني يلا الو كتاب وملحنين شو في عندكم اغاني ضاربه اعطوني اياهم بدي غنيهم. انا بكتبهم وبلحنهم، انا بدي احسهم. يمكن بدي غني عن الظرف السوري هلا حاليا، او يمكن بدي اعبر عن حالة عاطفية انا عايشها هلا صعبة. هذا الشيء ما في حدا بالكون بيقدر يساعدني لوصله وعبر عنه غير انتو، لانه انتو بدكم تسمحوا لي اعبر عن نفسي.
وانتم بدكم تسمحوا لي انا اعبر عنكم. انا بلا ما انتم تساعدوني والجمهور يدعمني انه لا نحن ما بدنا تعيد حالك، نحن ما بدنا تضل عم تعملنا نفس الاغاني. اذا الجمهور متقبل انه لا عبود نحن عن جد ما بدنا تعيد حالك وما بدنا تعمل بس الترند، بدنا تعبر عن نفسك وتعبر عنا وتحكي عن كل شيء، ومش مش مطلوب منك تضلك عم بتجيب بس الترند وال 200 300 مليون. علما لربما تخلق معك فكرة غنية اجتماعية تكون مليارية يعني، لانه ما في حدود للرقم يعني بيحب للفنان. بس انا عم بحكي عموما، هو لما بتحكي قضايا خصوصية صعب كتير توصل لعامة الناس، لانه مش كل الناس يعني كل الناس تحس بالحب. بس اذا بدي احكي عن الوضع فرضا شاب عم بيعاني بمرحلة ما بعد الفن اللي هو انا، اذا بدي اعبر عن حالي مش كل الناس حتحس، لانه مش كل الناس صارت معها حالة فنية وعم تعيش مشاعر ما بعد الشهر، فمش شرط توصل لكل الناس هي القضية. وخصوصا انه انا مستنكر ومستفز ومزعوج من حالة السوق يلي هي تبع انه كله عم بيقدم مادة تتداول تيك توك الا من رحم ربي. انا ما بقدم مادة بدي اقدمها على تيك توك، انا ماني تيك توك. انا بدي اقدم غنية يستشعروها الناس. ولهيك انه انا هلا حاليا عم يعني بحاجة اني اتناقش معكم يمكن، وبحاجة اني احكي معكم. هل انه هذا هو السوق هيك لازم يكون؟ بدنا نقدم قفشة حلوة كل الوقت او بترقص وخلص؟ ولا لا انا فنان لازم ارجع غني عن الانتماء، ولازم غني عن الحزن بوجهة نظر مختلفة، ولازم غني عن المرأة، ولازم غني عن اي قضية اجتماعية انا حاسة؟ هذا الحكي ما حدا فيه يساعدني غير انتو. اذا بدكم تسمحوا او الجمهور بده يسمح للفنان يعبر عن شو حاسس عن جد بالطريقة اللي هو تماما. صارت كل الاغاني قطقفتي، عملناها غلطة عمرنا بيا ليل ويا العين، ف استساغ هذا الحكي. وهذا الشيء صحي ما له غلط، بس المش صحي انه يصير انه السوق يعني او نحن ما عندنا شيء تاني نقدمه. بس نحن عندنا شيء تاني نقدمه. انا شخصيا عندي شيء تاني اقدمه، دائما عندي شيء تاني اقدمه. بس دائما لما تكون الجديد فيه رهان. طبيعة اي شيء جديد بالحياة هو فيه رهان. فانا كثير عبالي اطرح الجديد وراهن، عبالي اقدم نفسي بطريقة مختلفة اجدد انضج، وعبر عنكم بطريقة مختلفة. انا كبرت ونضجت ورؤيتي الفنية للأمور والموسيقى كتير اختلفت عن قبل، عن زمان. عن جد عبالي أحكي عن الأمور بوجهة نظر تعلمت كتير بحياتي بعد هالأعمال اللي قدمتهم. كان دكتور صلى سنة، وملكة جمال الكون صلى كم شهر، كتر خير الله. عم نحكي عن 230 مليون، هلأ عم نحكي عن شي مليار و300 مليون بظرف سنة تقريبا. يعني كتر خير الله، هذا الشيء كتير مهم. بس بحاجة نحن ننتقل لمرحلة فنية جديدة، وأنا بحاجة إذا بدكم الجمهور يعطيني الضوء الأخضر إنه إيه عبود نحن عن جد السوق ممل وما بقى بدنا هذا الشيء يتكرر، وبدنا تعطينا الشيء الجديد. لأنه أنا فعلا عبالي غنيتي تعيش، أنا عبالي أعمل غنية تعيش يسمعوها الناس جيل عن جيل، والجمهور بده يدعم هذا الحكي. انا ما فيني اعمله لحالي، انتم بدكم تدعموني بهذا الحكي. بعيوني لمعت حزن على فكرة. ما بعرف انه الموضوع فلسفي زيادة، ويمكن ما كتير عبالكم تسمعوا هذا الشيء.
بس انا ما فيني احطكم برا المعادله، ما فيني ما قلكم اللي عم خطط له، ما فيني لكم شو اللي عم جرب اعمله، لانه صعب علي. و وانا خلقت شي جديد وتقلد، ومضطر دائما نخلق شي جديد وينجح ويتقلد او ما يتقلد، بغض النظر عن فكره يتقلد او لا. اهم شي فكره انه دائما يطرح شي جديد، واللي يطرح شي جديد دائما في ناس ايه او لا. ما في اجماع، الجديد ما فيه اجماع، لانه غير مستساغ، غير معتادين عليه الناس. مين بيدعم هذا الحكي؟ هذا الحكي بيدعمه جمهور مثلكم، اللي ايه عبود نحن معك، بدنا عن جد شي جديد، بدنا تحكي قصص ما حدا بيطرحها بوجهة نظرك. لانه اصلا نوعية نجاحي كان ما يعني ما بتشبه الثانية. يعني بفديكي فرضا هي ديب هاوس ما بتشبه صبرا، ما بتشبه يا ليل ويا العين، ما بتشبه وين ما بتشبه دوالي ما بتشبه دكتور يعني. اصلا في هذا الاختلاف الفني اللي انا ضليت اقدمه، وعبالي كفي بهذا النوع من الاختلاف. يعني حتى انا على كل الاصعده كنت هلا بيضربوا لنا اللايف على السيجاره. على كل الاصعده كان في ضغط معين لأنا اتغير اذا بدكم على اثر او واكب الانتشار. بس انا بحب اكون طبيعي معكم بالحظر اللايف. حسكر وارجع افتح.